فيا بني الصير اقبلوا مني سلامي والتحية، يا رجال العز يا أصل الكرم وصل العطايا. هذه القصيدة من كلمات الشاعر هشام عبد الملك المجيدي، وهي إهداء إلى الأخ موسى محمد الصيري وجميع إخوانها المحترمين وكافة آل الصير. الحمد لله الولي رب الخلايق والبرية، حمد عطر به كياني والنوابض والثنايا، وبعدها بنشد على قوم المكارم والسجية، وقول شعري وانظمه نظم الدرر والحلايا. فيا بني الصير اقبلوا مني سلامي والتحية، يا رجال العز يا أصل الكرم وصل العطايا. المراجل باسمكم كالمبتدأ للخبر والأولوية، وذكركم مثل الذهب محبوب ما بين البرايا. هذا لأنكم أهل الصفات الصادقات الوفية، ولأن كفوفكم بيضاء وعندكم بيض النوايا. كرام تسامحون اللي يجيكم ما تعمد للخطية، وما يخسر إلا اللي يجيكم من تقصد للخطايا. وصيتكم يسبق خطاكم بتشبهوا إب الأبية، لأن فيكم من الطيب المعتق ما يكفي سرايا، وفيكم من الجود مقدار البحارة المستوية، وفيكم من العز ما يملي الخوافق والحنايا، وفيكم مرجلة ما مثلها بين العرب سرمدية، والطفل فيكم باينة طحله أسود الدعايا، وفيكم الأخنس الأيهم الضرغام وابن الحمية، يا من لكم كل الشواهد شاهدة وصل الحكايا. فالمرجلة فيكم حقيقة ظاهرة مش مختفية، لو غيركم فيها المراجل بس ما بين المرايا. يا بني الصير أنا أشهد أن صحبتكم وفية، والوفاء من بحركم يملي الأماكن والزوايا، ونشهد أن أنتم مقامات الشرف والهوية، وزيد أشهد أن أنتم كرام وما تطالون الدنايا. فرسان من نسل الجدود الحميرية، وفزعاتكم تهلك سليل الهايفات أهل الخزايا. فرسان من نسل الجدود الحميرية، فزعاتكم تهلك سليل الهافيات أهل الخزايا. فعن جوار الأوفياء جدي كتب ضمن الوصية، وأنا صاحبتكم نفذت محبوكات جدي والوصايا. وازكى صلاتي عن نبي سيد البشر سيد البرية، من بذكره بات ذوق الروح من عذب السجايا. هو حبيبي زينة الدنيا وزينة للحروف الأبجدية، ما يطيب القلب إلا بالصلاة عليه أزكى التحايا. ما يطيب القلب إلا بالصلاة عليه أزكى التحايا. سلامكم.